مساكا أو المسقعة، طبق مصري أو سوري أو تركي ما ندري، اختلفت الآراء فيها، ولكن كل دولة تسويها بطريقتها الخاصة. وهي الآن طبق يوناني وطني من الأطباق الأصلية عندهم يسمونها مساكا، لكن جربوا هالوصفة لأنكم راح تطيحون بغرامها. أول شي نص كيلو لحم مفروم، حطينا عليه بهارات مشكلة اللي حكيتها تحت الفيديو، حمسنا طماط وحمسنا باذنجان، نحمسهم بالسمن ونحط عليه معجون طماط وماي لين يغلي ويصير صلصة. الحين البايركس حطيت سمن، شرائح الطماط وشرائح الباذنجان المقلي، وطبقة من اللحم المفروم، طبقة من البطاطس المقلية، وبعدين نضيف صوص الطماطم اللي سويناه، نحطها بالفرن 10-15 دقيقة. الوجه يتحمر ينحمس، تطلع معاكم الصينية مسقعة باللحم المفرومة. جمال الطعم والشكل والريحة ما ينوصف، تقدرون تعتمدونها كطبق جانبي في سفرتكم في رمضان